ازيكم يا حبايبي؟ في الأول صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حكاية النهاردة فيها عبرة كبيرة قوي لكل واحدة متجوزة. أنا اسمي ياسمين، من أنا وصغيرة قلبي متعلق قوي بابن خالتي مصطفى، بحبه بجنون، وكمان هو كان بيحبني قوي، وكبر حبنا مع بعض. لاحظوا حبنا وقتها ماما وخالتي كانوا بيقولوا ياسمين لمصطفى. مر الأيام والسنين وأنا مستنية يجي اليوم اللي اتجوز فيه مصطفى يبقى جوزي قدام الناس كلها، ورسمت حياتي على كده. هو كان أكبر مني ب4 سنين، خلصت الإعدادية ودخلت الدبلوم، وبعدها تقدم لي ابن خالتي مصطفى واتكلموا في الموضوع بشكل رسمي. تمت الخطبة واتفقنا على الجواز بسرعة بعد ما أخلص الدبلوم، وأنا وقتها أقول إمتى أخلص علشان أتجوز الإنسان اللي أنا بتمناه وبحبه. والحمد لله اتحققت أمنيتي، وبمجرد إني خلصت المدرسة مصطفى وظف واتجوزنا على طول، وعملنا فرح أسطوري. كنت مبسوطة وفرحانة بالجواز من مصطفى. وقتها مصطفى أخد أوضة في شقة مامته اللي هي خالتي، اتجوزنا فيها وعشت فيها عند خالتي، فكان بمقام أمي. وبنات خالتي كانوا بيعاملوني كويس زي أختهم، وكنت عايشة في بيت العيلة، محسسونيش إن في فرق بين. وقتها أنا وجوزي كنا مبسوطين قوي مع بعض، وعدت السنة الأولى بدون أي مشاكل، وما حصلش حمل وقتها، بس أنا كنت صابرة وراضية بكل اللي يجيبه ربنا. وبعدين حصل حمل وقتها، البيت كله كان فرحان جدا بالخبر الحلو ده، ومش عارفة أوصف لكم فرحتي أنا وجوزي مصطفى بالحمل. وعدت الأيام والحمل تم على خير والحمد لله، وولدت ابن عمر. وقتها ملى علي حياتي كلها. المهم أخو جوزي مصطفى كان على وشك الجواز، وفعلا خطب له بنت جميلة قوي، وكان عاوز طبعا يتجوز ويجيب مراته في بيت خالتي لأوضة في البيت. فالبيت كان ضيق قوي، وقتها غرر جوزي انه يسيب الأوضة بتاعتنا لأخوه يتجوز فيها، وإحنا نأجر لنا شقة بعيدة برا. وبيني وبينكم أنا فرحت قوي، وإني خلاص هيبقى عندي شقة نعيش فيها أنا وجوزي وابني لوحدنا، هتبقى مملكتي الخاصة لحد ما ربنا إن شاء الله يرزقنا ويبقى عندنا بيت ملك. المهم أجرنا بيت فاضي ورحنا فرشناه على قد ظروفنا. مسكنت في البيت اتعرفت على جارتي منى. في الوقت ده أنا حبيتها قوي وبقيت صاحبتي الروح بالروح، ومش قادرة أوصف لكم قد إيه أنا بحبها. كنا دايما مع بعض، ولو ما تقابلناش في اليوم نفضل نكلم بعض في التليفون. أنا أهملت جوزي، بنتكلم كتير أنا ومنى لدرجة إنها كانت بتحكي لي عن حياتها وبيتها وجوزها كأننا دايما عايشين مع بعض. وفي يوم من الأيام أنا عزمتها عندي في البيت، كانت المرة الوحيدة تيجي فيها بيتي. طلبت من جوزي مصطفى إنه يجيب لي لحمة وخضار وفاكهة علشان صاحبتي جاية عندي النهاردة، ويا ريتها ما جات. يا ريت الزمن يرجع لورا، ما كنتش دخلتها بيتي خالص ولا ارتكبت الغلطة اللي أنا ندمانة عليها دلوقتي. عمري ما هسامح نفسي في اللي أنا عملته. المهم جات منى بيتي، وجوزي مصطفى كان عندي أصحابه في الوقت ده، وفضلنا نحكي أنا وهي. وفجأة سألتني أنت عندك الساعة اللي طالعة موضة دي؟ ساعة إيه؟ الساعة رولكس. قلت لها لأ. إزاي ما عندكيش؟ الستات كلها جوازهم جابولهم الساعة دي، جوازهم عاملين لهم ومسويين لهم. انت يا ياسمين صعبانة عليا قوي يا حبيبتي. قلت لها جوزي على قد حاله. قالت لي هو انت مجنونة ولا حاجة يا ياسمين؟ اكيد جوزك بيصرف الفلوس على الستات. قلت لها لا، مستحيل جوزي يعمل كده، هو بيحبني. قالت لي انت مسكينة وعلى نياتك يا حبيبتي، مش راجل ما بيكلمش ستات وبيحبوا على مراتاتهم وبيصاحبوا كمان. قلت لها لا، تف من بقك، انا جوزي بيحبني وما يعملش كده خالص. قالت لي بصي على بيتك يا حبيبتي، كل العفش اللي جايباه قديم قوي. قلت لها والله لسه شارياه دلوقتي من فترة قريبة. قالت لي طب وريني أوضة نومك، وريني الحاجات اللي جايبها لك. وانا وقتها وريتها بيتي ووريتها كل حاجة فيه، وكل ما وريها حاجة في بيتي تعجبهاش. وفي الوقت ده
أنا أمنت لها وقلت لها وفضلت أحكي لها على كل حاجة في بيتي وعلى أسرار ما بيني وبين جوزي. كل ما أحكي لها حاجة كانت تشككني في جوزي، وحاجات كتير ما كنتش واخدة بالي منها، حاجات ما كنتش عاملة لها أهمية خالص. وعلاقتي بجوزي كانت كويسة وعمري ما اتخانقت معاه أبدا. ممكن يحصل ما بينا شوية تاتش بس بسرعة كنا بنتصالح، وجوزي بيحبني وكان حنين قوي عليا. صاحبتي كل ما تيجي عندي تزورني تفضل تحرضني عليه وتقولي ليه انت سكتاله. انا اقول لها اعمل ايه بس؟ قلت لها تقلي عليه الطلبات، اعملي وسوي وجيبي لنفسك كل اللي انت فيه، وروحي مطاعم وروحي كافيهات اطلبي منه كل حاجة، قصقصي له ريشه يا حبيبتي. وبعد كده سابتني ومشيت، وانا بقيت ابص حواليا واقول لنفسي هو انا ليه صبر عليه لحد دلوقتي؟ انا ليه اختار عفش قديم؟ انا استاهل احسن من كده. هما الستات اللي عندهم عفش جديد احسن مني، هو لازم يجيب لي ويسوي لي زي الستات اللي مرتاحة. هو ليه ما بيجيبليش تليفون جديد ولا ساعة ماركة ولا اي حاجة انا عاوزاها؟ كل اللي نفسي فيه يجيبهولي. وليه انا كنت بشفق عليه قوي واقول مش هيجيبلي؟ انا ملياش دعوة بظروفه، انا عاوزة يجيبلي زي الستات. انا حياتي مملة قوي، ما فيهاش طلعات ولا خروجات ولا بتفسح خالص. انا مليت من العيشة دي. ولما جه جوزي فضلت اطلب منه واتقل عليه الطلبات وقلت له انا نفسي في ساعة. قال لي اصبري عليا شوية يا حبيبتي، انا هجيب لك كل حاجة انت عاوزاها. تبش عليكم الساعة دي غالية قوي. فضلت بقى اقول له اشمعنى الستات عندهم انا مش عندي؟ وقتها حصل ما بيننا مشاكل. وما تقولوش عليا ان عقل صغير، لا، فيه ستات كتير زيي بيتأثروا قوي بالكلام اللي بره وطبقوه في بيوتهم، مش انا بس. يعني انا بحكي لكم بالحرف الواحد اللي حصل معايا، علشان لو فيه واحدة لسه بتعمل كده طبعا وبتسمع حكايتي ومش عاوزاها تسمع كلام الناس اللي بره. المهم ندخل في حكايتنا. صاحبتي دي فضلت تزن على راسي وفضلت تقولي انت ليه مش بتسافري؟ انت ليه ما بتعيشيش حياتك؟ انت ليه ظالمة نفسك؟ يا حبيبتي ما حدش يستاهل، الرجالة كلهم ما يستاهلوش. لو انت كنت غالية عنده لكان قدم لك كل حاجة غالية يا حبيبتي، ما انت رخيصة في عينيه علشان كده ما بيجيبلكيش اي حاجة. هو ينفع يا حبيبتي انك ما تسافريش شهر عسل ولا يوديكي اي مكان؟ لي سكت على كده يا حبيبتي يا ياسمين. اول ما يجي جوزك يا حبيبتي قوليله انك عاوزة تسافري، ولو ما وافقش لم هدومك وروحي على بيت اهلك علشان تضغطي عليه. ومشيت صاحبتي من عندي. وفي اليوم ده انا كنت مشحونة قوي هنفجر. واول ما جه جوزي على البيت انفجرت في وشه واتخانقت معاه خناقة كبيرة قوي، واول مرة اتخانق معاه على موضوع السفر. وقال لي ان هو ما معهوش فلوس يسفرني. اول ما سمعت الكلام ده انا جيت وقلت له ودينا على بيت اهلي. قال لي اصبري عليا يا حبيبتي يا بنت الحلال، انا ان شاء الله هصفرك. انا قلت له لا ما تصفرنيش، مش هقعد لك في البيت خالص، وديني بيت اهلي. قال لي السفر الى اوروبا بياخد فلوس كتير وانا ما معيش، دي مش مشكلتي انا. ولميت هدومي ورحت على بيت اهلي. ففضلت ماما وبابا يعاتبوني ويقولوا لي ما ينفعش الكلام ده يا ياسمين، راعي ظروف جوزك. انا ملياش دعوة يا بابا، انا عاوزاه يسفرني زي باقي الستات. وسبتهم ودخلت اوضتي ومسكت التليفون وكلمت صاحبتي وقلت لها اللي حصل. قالت لي ولا يهمك، كل الرجالة كده، اصبري عليه كام يوم هو هيجي لحد عندك وينفذ لك كل طلباتك. وفعلا استنيت عليه يومين وثلاثة واسبوع، وفجأة جه جوزي على بيت اهلي وطلب انه يشوفني. وبعدها رفضت اني اقابله، بس من زن ماما عليا طلعت وشفته وقلت له يا اما تنفذ لي شروطي ما عملتش اللي انا عاوزاه مش هرجع بيتك تاني. قال لي يا بنت الحلال انا جيت لحد عندك ويعلم ربنا ان انا استلفت الفلوس علشان اجيب لك تذاكر السفر انا وانت وعمر مع بعضنا وترجعي بيتك يا حبيبتي. وفعلا وقتها وراني تذاكر السفر ورجعت على البيت انا وهو وعمر. وانتم متخيلين
إن جوزي يتسلف فلوس علشان يسفرني. وفعلا سافرنا 12 يوم أنا وهو وابني، وكانوا دول أسعد أيام حياتي. كل يوم كنت بكلم صاحبتي وأنا في السفر. وقتها جوزي قال لي كان سافرت مع صاحبتك، هي اللي جت معاكي مش أنا. قلت له هو أنت عاوز تحرمني من صاحبتي؟ قال لي لا، ولا حرمك منها ولا حاجة، اشبعي بيها. وقتها سابني ومشي. كان صابر عليا قوي، وهو كان بيحبني ومتحملني. ورجعنا من السفر، وفضلت صاحبتي تحرضني على جوزي وتقولي شوفي جوزك بيقابل مين كل يوم، وشوفي معاه فلوس ولا لا. واصلا هو كان بيقول قدامك انه استلف الفلوس بتاعت السفر. لا يا ياسمين، ده بيكذب عليكي. بعد ما مشيت بدأت اتصل على جوزي كتير على التليفون، وقلت له انت فين دلوقتي؟ قال لي انا قاعد على القهوة مع اصحابي. طب انا مش سامعة صوتهم، سمعني صوتهم علشان اتأكد انت قاعد مع اصحاب، انت اكيد بتكذب عليا. وريني صورهم. قال لي عيب عليكي يا حبيبتي، ازاي عاوزاني اصور لك اصحابي؟ قلت له ملياش دعوة. قلت له ما تلومش إلا نفسك. وعلشان جوزي بيحبني وعاوز يرضيني فضل يصور لي رجليهم من تحت هم قاعدين على القهوة علشان أصدق إن هو قاعد مع أصحابه. وفي الوقت ده كنت كل ما أقول له على طلب كان ينفذهولي. فأنا حسيت وقتها إني أنا انتصرت على جوزي. وبعد كده صاحبتي قالت لي كتري عليه الطلبات، كتري عليه المصاريف، قوليله عاوزة وعاوزة، تقلي عليه علشان ما يتجوزش عليك واحدة تانية. وقتها منى صاحبتي قالت لي ان هي بتعمل كده مع جوزها، وان هي ماسكاه من رقبته علشان ما يتجوزش عليها وكده. وفضلت تحط في دماغي ان جوزي هيتجوز عليا، واني انا لازم اخلص الفلوس بتاعته اول باول علشان ما يتجوزش عليا. وبعدها فضلت المشاكل تكتر ما بيني وبين جوزي، لدرجة انه ما بيقعدش في البيت خالص، بقى يطفش من البيت وحتى برا البيت. فضلت اتصل عليه وانكد عليه واسمله بدنه، لحد ما في يوم من الايام قلت له اسمع، لا تجيب لي الساعة والا قسما بالله ما اقعد لك في البيت ولا دقيقة واحدة. وقتها قال لي يا بنت الحلال انا سألت على الساعة دي ولقيتها بمبلغ غالي قوي، وانا ما اقدرش على المبلغ ده، ما تراعي لظروفي يا حبيبتي. انا وقتها لميت هدومي وسبته ومشيت وطلعت على بيت اهلي. نزل من البيت، واول ما رجع البيت لقاني مشيت، ورن عليا وانا في بيت اهلي وما كنتش برد على التليفون. ورن مرة واتنين وتلاتة وانا ما كنتش برد عليه خالص، وقفلت التليفون. واتصل على ماما، وماما قالت له ان مراتك غضبانة عندنا، تعال شوف الموضوع ده يا ابني، ان هي تبقى خالته. وفورا جه جوز لبيت اهلي، واول ما جه انا فضلت اصرخ في وشه واقول له قدام ماما وبابا انا مش عاوزة بيته تاني. الراجل ده ما بينفذش اي طلب انا اطلبه منه، الراجل ده مش بيكفيني يا بابا، انا مش عاوزاه، خليه يطلقني، خليه يطلقني يا ماما، انا مش عاوزة الراجل ده، الراجل ده مش بيكفيني زي الستات اللي عندها، انا استاهل يا ماما راجل احسن من ده. جوزي وقتها سمع كلامي ده وكان ساكت جم متحملني قوي. ماما فضلت تطيب خاطره وتقوله يا ابني امشي دلوقتي، بكرة هي هتهدى واحنا هنكلمها في الموضوع. وفعلا جوزي مشي من البيت، وانا بحكي لكم حكايتي وانا قلبي بيتقطع ودموعي زي الشلال. انا جبت البلوى دي بايدي، انا السبب في اللي بيحصل لي. وكل يوم جوزي بيجي عندي وانا رافضة ارجع له. قلت له لو ما جبتش الساعة اللي انا عاوزاها مش هرجع البيت تاني. فعلا وقتها جوزي خد غرض من البنك، ايوه والله ما بكذب، متخيلين يا ناس يجيب غرض علشان ساعة، وراح اشترى لي الساعة علشان يراضيني علشان ارجع للبيت انا وابني. وقتها حسيت ان انا انتصرت، ايوه انتصرت عليه وكسرت مناخيره وخليته يجيبها لي غصب عنه. ورجعت مع جوز البيت، وعدى شهر وشهرين وتلاتة والمكالمات بينه وبين صاحبتي ما كانتش بتتقطع خالص. ورجعت اضغط عليه تاني، زيد المشاكل اكتر واكتر ما بينا. وجاب
جاه في يوم قلت له مش راجل زي الرجالة، مش قادر تصرف عليا ولا على بيتك ولا تجيب لي اللي انا عاوزاه، وسابني ومشي. لما سمع الكلام ده وبات بره البيت، ودي كانت اول مرة يبيت فيها بره بيت. ولما رجع البيت لقاني لميت هدومي، لان رجلي خدت على هناك على بيت اهلي، وكلم امي وشرح لها الموضوع. انا كنت عاوزاه يرضيني، انا عارفة ان انا غلطانة يا جماعة، بس انا عاوزاه يرضيني. يا بنتي عيشي على قد ظروف جوزك. لا، انا مش هتنازل في اللي انا عاوزاه، لازم ينفذ لي كل طلباتي. وقتها جوزي فضل يقول وحياة ربنا وحياة ربنا وحياة اللي خلقني، انا مش معايا فلوس لطلباتك دي يا حبيبتي، اصبري عليا وانا هجيبلك اللي انت عاوزاه. وبابا شخط فيا وقال لي يا بنتي اصبري عليه، حرام عليكي، اتقي ربنا في الراجل ده، حلفلك ان هو مش معاه فلوس، اصبري عليه يا حبيبتي يا ياسمين. انا وقتها قلت لبابا دي مش مشكلتي، هو مش معاه، الستات كلها بتطلب من جوازهم وهم بينفذوا، بس ده يا بابا ما بيحبنيش، ده بيرفض لي اي طلب. وجوزي سابني ومشي بعد شهر ونص وانا في بيت اهلي. رجع وطلب مني ان انا ارجع على بيته، انا رفضت وقتها، انا مش هرجع تاني، طلقني. قال لي يا بنت الحلال عزبلي شيطانك، طلق ايه اللي انت بتقوليه عليه ده؟ احنا معانا طفل صغير عاوز يتربى وسطينا. بصلي ومشي. وبعد شهرين رجع تاني جوزي وقعد مع بابا واخواتي وقال لهم هو ينفع ايه اللي بتعملوا فيا ياسمين ده؟ وقتها فجأة أنا طلعت من الأوضة وكلمته وقلت له طلقني، أنا مش عاوزاك، طلقني، خلصوني منه، خلصوني، أنا مش عاوزاه. أنا من جوايا يا جماعة يشهد ربنا أنا كنت بحبه قوي، بموت فيه، بس الكبرياء والغرور اللي جوايا كان عامي عينيا قوي. فقال لي جوزي هو ده آخر كلام يا ياسمين؟ قلت له أيوة ده آخر كلام. قال لي وقتها أنت طالق. والله صدمني قوي لما قال لي الكلمة دي، بس أنا وقتها ضحكت في وشه وقلت له أيوة هو ده اللي أنا عاوزاه. ورحت على أوضتي وقعدت على السرير وأنا مش مستوعبة اللي حصل ده، وفضلت أقول لنفسي هو طلقني خلاص ولا أنا متهيألي؟ من الصدمة مسكت التليفون وكلمت صاحبتي وقلت لها على اللي حصل. قالت لي معلش معلش، بعد يومين هيرجع لك على طول، هيرجع يعيط لك، هيكون ندمان عليكي وهيبوس رجليك عشان ترجعي البيت. معلش معلش، ايه الرجالة كلهم كده، كام يوم وهو هيرجع لك ندمان. ولا تزعلي يا حبيبتي، انت دلوقتي انتصرت عليه وخليه يعرف مين هي ياسمين. ومرت الايام وانا كنت مستنياه يرجع، مستنياه يرجعني تاني. وبعد شهر جات ماما وكانت ماسكة ورقة في ايدها، واول ما شفتها حسيت قلبي وقف. قالت ماما خدي ورقة طلاقك. اخدتها منها، قلت لها احسن خلاص انا خلصت منه. ودخلت اوضتي وانفجرت من العياط وفضلت أعيط بحرقة كأنه ابني اللي مات. أنا بحبه قوي والله بحبه، ما كنتش متوقعة إنه يحصل ما بينا كده ويجيب لي ورقة طلاقي. وفضلت وقتها أسترجع كل الذكريات اللي كانت ما بيني وبين ابن خالتي، وفضلت أفكر في اللي أنا عملته. وبعد أسبوع حالي ما كانش يعلم بيه إلا ربنا. افتكرت صاحبتي واتصلت عليها، يمكن لما أكلمها أرتاح شوية وهي تنصحني وتقول لي أنا أعمل إيه. وأقول لها إن خلاص جوزي طلقني وجاب لي ورقتي. وقتها هي لما عرفت إني أنا اتطلقت بطلت ترد عليا وعلى تليفوناتي، قفلت التليفون مني خالص. كل ما احاول اكلمها كانت تصدني وما تكلمنيش. وبعدها فضلت اقول لنفسي هي دي صاحبتي اللي انا كنت كل يوم بكلمها، وكانت كل يوم تزن على دماغي ان انا اتخانق مع جوزي واطلب منه طلبات هو مش كان قدها. وقتها حسيت ان هي كانت جاية في مهمة ان هي تخرب بيتي وتمشي على طول، بس خراب بيتي مش هي السبب فيه. ايوه انا اللي خربت بيتي
بإيدي وهدمت الحب اللي كان بيني وبينه، ولازم أتحمل نتيجة أفعالي. بقيت ست متطلقة، كنت مستنية يجي جوزي ويردني علشان خاطر ابن عمر، ومرت أكتر من سنة وما كانش بيسأل عليا خالص ولا رجع يردني خالص، وتقدم لي راجل أكبر مني ب30 سنة. أنا وقتها كان عمري 30 سنة، هو كان عنده 60 سنة. كلمتني ماما وقالت لي فلان اتقدم لك يا ياسمين. قلت لها انا موافقة يا ماما. انصدمت ماما من الكلام اللي انا بقوله. هو انتي ايه اللي بتقوليه ده؟ ازاي انت موافقة؟ الراجل اكبر منك ب30 سنة، ولاده يكونوا قدك. انا بس بقولك اللي حصل يا بنتي، انا مش بقولك اتجوزيه. لا يا ماما انا هتجوزه. وفعلا وافقت عليه، وانا من جوايا مش عاوزة اتجوز خالص، بس كنت بعمل كده علشان اكيد جوزي، ايوه ابن خالتي، ويعرف وقتها اني انا مش عاوزاه واني انا هتجوز غيره. بس انا وقتها كنت بكيد نفسي وعاوزاه اعرف ان فيه راجل عاوزني وبيتقدم لي وانا متطلقة. انا كنت عاوزة اوصل له رسالة وبس، وما كنتش حاطة في بالي اني انا هتجوز الراجل ده. وكل حاجة حصلت بسرعة واتجوزت الراجل اللي اتقدم لي، وما كنتش مستوعبة ايه اللي بيحصل لي. وانا وقتها رحت بيت جوزي الجديد، الراجل ده كان متجوز واولاده كانوا اكبر مني. انا ما كنتش عارفة انا رايحة على فين، وفضلت اقول لنفسي ايه اللي عملتيه في نفسك ده يا ياسمين؟ والله ما كنتش في وعي، وانا بايدي قطعت الحبل اللي كان حيوصلني بابن خالتي. وقتها جاني خبر نزل عليا زي الجبل، ان ابن خالتي كتب كتابه على واحدة تانية. ايوه جوزي اتجوز واحدة تانية غيري. كنت مستنياه يرجعني، والله لو رجعني لكنت هفضل خدامة تحت رجليه العمر كله. انا بعد ما طلقني حسيت بغلاوته في قلبي واتجوز ابن خالتي. انا شفت في غيابه الويل والنار فضلت تكويني. انا ما كنتش متقبلة الراجل الكبير اللي انا اتجوزته، ما كنتش عاوزة ابص في وشه ولا يوم واحد. كنت بفكر في ابن خالتي وحبنا الكبير وذكرياتنا الحلوة وكلامه الحلو ليا. وكان كلام ابن خالتي ليا حلو قوي، مش زي الراجل اللي انا اتجوزته. قدرتش اتحمل الراجل الكبير في السن، اتطلقت منه بعد شهرين من الجواز ورجعت بيت أهلي متطلقة للمرة التانية. أيوة ومرت السنين وأنا دلوقتي عندي 44 سنة، وابن خالتي عاش حياته. أيوة عاش حياته مع مراته الجديدة، وأنا سمعت إنه هو مبسوط قوي معاها وربنا يوفقه. وأنا والله يا جماعة كل يوم بدعيله، لأن هو ما ظلمنيش، أنا اللي ظلمته. أنا اللي دمرت كل حاجة ما بينا، دمرت الحب اللي ما بينا. ربنا يبارك له في مراته وأولاده. إنما أنا دلوقتي عايشة حياتي مع ابني ورفضت أتجوز تاني، وربنا يعوضني في ابني. وهي دي حكايتي يا جماعة، بقيت أقولها لكل واحدة علشان ما تخربش بيتها بإيدها. وما تطلعيش سرك برا بيتك، طلعيش تفاصيل حياتك الشخصية حتى لإخواتك. ما تقوليش جوزي جابلي، جوزي عملي، لا ما تقوليش أي حاجة، ولا تقولي إنه جوزك معاه فلوس ولا ما معهوش فلوس خالص. عاوزة مصلحتكم علشان ما يحصلش فيكم اللي حصل لي. ادعولي ان ربنا يعوضني خير، مش عاوزة منكم غير الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.